تخيل أن تدخل إلى مقر عملك اليومي وسط ضغوط المهام التي لا تنتهي، وبدلاً من أن يطالبك مديرك بإنجاز التقارير، يوجهك مباشرة للذهاب والنوم. نعم، النوم أثناء الدوام الرسمي. لكن خذ مشهد الصدمة كاملاً، فالمطلوب منك ليس الاسترخاء على سرير مريح أو أريكة ناعمة، بل أن تغفو وأنت واقف على قدميك تماماً كالزرافة. فما الذي يحدث في كوكب اليابان؟ وهل تحول النوم من خطيئة مهينة عقابها الطرد إلى استراتيجية إدارية معتمدة للتخلص من الإرهاق؟ القصة تبدأ من طوكيو، حيث يعاني المجتمع الوظيفي هناك تاريخياً مما يعرف بظاهرة الكاروشي، وهي الوفاة المفاجئة بسبب الإفراط في العمل وضغط ساعات العمل الطويلة. هنا تدخلت التكنولوجيا لإنقاذ الموقف بطريقة خارجة عن المألوف من خلال ابتكار كبسولات النوم العمودية، هيكل مستقبلي يشبه كابينة هاتف صغيرة من أفلام الخيال العلمي، يعتمد على هندسة حيوية دقيقة للغاية، ويحتوي على منصات مبطنة تدعم 4 نقاط رئيسية في جسد الموظف: الرأس لمنع انحناء الرقبة، والأرداف لامتصاص ثقل الجسد، والركبتين لمنع الانزلاق، وباطن القدمين للتوازن الكامل. هذا التوزيع الهندسي المبتكر يجعل الموظف يشعر وكأنه يسبح في حالة من انعدام الجاذبية، والسر هنا أنها توفر قيلولة قصيرة ومريحة تساعد على استعادة النشاط والتركيز. لكن هذا الابتكار الياباني لم يمر بسلام، بل فجر جدلاً مجتمعي حاد. المنتقدون يرون فيه قمة الرأسمالية المتوحشة، وحيلة ذكية لإبقاء الموظف داخل أسوار الشركة لأطول فترة ممكنة، بينما يراه المؤيدون ميزة إيجابية تساهم في الحد من الإجهاد والاحتراق النفسي في بيئات العمل الحديثة. مع تسارع الاقتصاد الرقمي وبناء المدن الذكية في الشرق الأوسط، هل تنجح كبسولات النوم العمودية في غزو مكاتبنا واستديوهات صناع المحتوى قريباً؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس، وانتظرونا دائماً على منصة روبينا لمزيد من الانفرادات الحصرية.